تعالوا بقى اقول لكم ايه الفرق بين المشربية والمشرفية. المشربية بقى دي الاربع بروز اللي اتصممت في العصر الاسلامي في كل بيت، ده المكان اللي بيتحط فيه القلة، يعني مكان مخصص للشرب. وهتدخل البيت من دول هتلاقي في كل ركن فيه قلة أو زير فخار علشان تشرب أحلى مية ساقعة، علشان بيحطوهم في المكان اللي بيكون فيه تيار هوا كويس. أما بقى المشرفية جاية من الشرفة اللي هي الشباك يعني، وكان لازم يكون مصمم حسب اتجاه الرياح علشان تجديد الهواء جوه البيت، علشان يكون الجو صحي لأهل البيت. وكانوا بيصمموه من الأرابيسك، والأخشاب المشرفيات كانت بتبقى من أخشاب عطرية علشان يحسن المزاج لأهل البيت وتبقى نفسيتهم حلوة. وده غير إن المشرفيات معالجة للبيئة، يعني لما بيكون داخل الرياح محملة بالأتربة بتعدي على المشرفية وبتتفلتر، وبيكون الهواء اللي داخل ليهم نقي. حتى أشعة الشمس لما بتكون حارة جدا وبتدخل من المشرفية بتتفتت وبتبقى حرارتها مقبولة شوية، يعني مش حر زي ما احنا متخيلين. وفي الأساس صمموا المشرفيات دي علشان ما يجرحوش أهل البيت ولا حريم البيت. عرفتوا بقى ايه الفرق بين المشربية والمشرفية؟